اهلا بيكم في قناه كروشيستا ستايل. فيديو النهارده هقدم لكم شرح لطريقه عمل مفرش بالكروشيه عباره عن وحدات مربعه. بعد كده ببدا ان انا اشبكها ببعض، اطلع منها مفرش سواء مربع او مستطيل. ده الشكل النهائي بتاع الوحده اللي احنا هننفذها مع بعض داخل الفيديو هيتقسم على اتنين. اول فيديو هشرح فيه طريقه عمل الوحده، والفيديو رقم اتنين هيتم فيه تشبيك الوحدات مع بعض. الخيط اللي انا استخدمته خيط غزل مقاس 8. انت ممكن تستخدمي مقاس 6، مقاس 8 حسب السماكه اللي انت محتاجاها. ممكن تستبدليه بخيوط قطن او اي خيوط متاحه عندك. هخلص الوحده واقول لك ابعاد المربع بتاعي، واقول لك كمان المربع معايا طلع حجمه قد ايه من الخيط، علشان على اساسه تعرفي المفرش كل هياخد منك قد ايه خيط. نبدا ونسمي بسم الله. اول حاجه هعمل دايره سحريه. بعد الدايرة السحرية هرتفع 3 سلاسل واشتغل جوه الدايرة 2 عمود بعد ارتفاع الثلاث سلاسل، علشان المجموع يبقى 3 أعمدة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وانزل تاني في الدايرة السحرية اشتغل 3 أعمدة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وانزل في الدايرة السحرية اشتغل 3 أعمدة. 2 سلسلة، بعد كده 3 أعمدة تاني في الدايرة السحرية. وكده أنا عملت 4 مرات 3 أعمدة. ما بين كل 3 أعمدة و3 أعمدة 2 سلسلة. بنهي ب2 سلسلة وبشد الدايرة بتاعتي، أقفل الدايرة من تحت واجي على تالت سلسلة في الارتفاع اللي أنا كنت عاملاه، بدخل بالإبرة وبسحب آخد غرزة منزلقة. كده أنا خلصت أول سطر في مربع الجيراني. من نفس المكان هرتفع 4 سلاسل. بعد كده انزل للاتنين سلسلة اللي من تحت اشتغل فيهم غرزة المروحة، متكونة من 3 أعمدة و3 سلاسل و3 أعمدة في نفس المكان. بعد ما خلصت الصدفة بشتغل سلسلة وارجع تاني في السلسلتين اللي من تحت اشتغل صدفة زيها بالظبط، متكونة من 3 أعمدة و3 سلاسل و3 أعمدة وراهم سلسلة. المرة رقم 3 هشتغل تالت صدفة، متكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وبعد كده بشتغل وراهم سلسلة. جيت هنا عند آخر مكان هشتغل فيه 3 عمود 3 سلسلة 2 عمود فقط، علشان أنا حاسبة الارتفاع اللي أنا عملته في أول السطر من الصدفة. فأنا بدل ما هشتغل 3 سلسلة 3 عمود، لا انا هشتغل 2 عمود ومعايا الارتفاع، بعد 3 سلاسل وفي التالت سلسله بدخل الابره واسحب اخد منزلقه. انا كده خلصت السطر الرقم 2 في المربع بتاعي. السطر رقم 3 من نفس المكان اللي انا واقفه عنده بدخل في غرزه السلسله اللي جايه غرزه منزلقه. انا كده برتفع السطر رقم 3 وبنام على الثلاث أعمدة اللي جايين، كل غرزة عمود بدخل اخد فوقها غرزة منزلقة لغاية ما اجي عند الثلاث سلاسل اللي في أول صدفة. بدخل الإبرة واشتغل 6 سلاسل. بعد الست سلاسل هلف لفة خيط على الإبرة وانزل اشتغل 3 عمود.
بعد ال3 عمود هشتغل 3 سلسلة وانزل الفراغ اللي جاي على طول اخد غرزة حشو، بعد كده 3 سلسلة، والصدفة اللي جاية بشتغل فوقها صدفة متكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان، يبقى فوق الصدفة بشتغل صدفة زيها بالظبط. بعد ما بخلص الصدفة بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وانزل اشتغل حشو في الغرزة اللي جاية، بعد كده 3 سلسلة، واروح اشتغل في نفس المكان اللي جاي اللي هو الصدف، اشتغل فوقها صدفة زيها متكونة من 3 عمود و3 سلسلة و3 عمود في نفس المكان. بعد ما خلصت الصدفة هشتغل 3 سلاسل وانزل اشتغل حشو 3 سلاسل واشتغل الصدفة بتاعتي. انا هكرر كده لغاية نهاية السطر، هيبقى عندي 4 مرات مراوح، فوق كل مروحة من تحت مروحة زيها من فوق، ما بين كل مروحة ومروحة 3 سلسلة حشو 3 سلسلة. جيت هنا عند الصدفة اللي قبل الأخيرة واشتغلت 3 سلسلة حشو 3 سلسلة، هرجع بقى دلوقتي أقفل أول صدفة أنا عملتها ناقصة 3 سلسلة، واجي هنا اهو في المروحة اللي تحت هشتغل 2 عمود فقط، خدي بالك وخلي بالك، اشتغلت 2 عمود فقط وهقفل فين؟ فاكرين الارتفاع ال6 غرز اللي انا عملتهم؟ لا انا هعد منهم 3 من تحت، في تالت غرزة بدخل الابرة واسحب الخيط اشتغل منزلقة. انا كده قفلت السطر رقم 3، وده الشكل بتاع المربع. هبدأ في السطر رقم 4، هدخل الإبرة واسحب غرزة منزلقة في السلاسل وارتفع 6 سلاسل زي السطر اللي قبليه، وانزل في نفس المكان اشتغل 3 عمود. بعد ال3 عمود 3 سلسلة، وانزل في الفراغ الجاي على طول اشتغل حشو 3 سلسلة وحشو تاني في الفراغ اللي وراه، بعد كده 3 سلسلة، وارجع اشتغل فوق الصدفة اللي تحت صدفة زيها بالظبط متكونة من 3 أعمدة و3 سلاسل و3 أعمدة في نفس المكان. بعد الصدفة هكرر 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، الحشو رقم 2 3 سلاسل، وبعد كده هشتغل صدفة متكونة من 3 عمود و3 سلسلة و3 عمود في نفس المكان. هشتغل لنهاية السطر بنفس الطريقة، فوق الصدفة صدفة وبعد كده 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو 3 سلسلة واشتغل الصدفة لغاية ما اجي عند النهاية. جيت خلاص اشتغلت 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، هنا هرجع اكمل الصدفة الاولى اللي انا عملتها، كنت اخده منها 6 سلاسل في البداية، هشتغل قبلهم 2 عمود، وفي السلسلة رقم 3 بدخل اخد غرزة منزلقة علشان احسب ان ال3 سلاسل الارتفاع كانوا معايا من ال3 اعمدة. تمام، في تالت سلسلة بدخل الابرة واسحب اخد منزلقة، كده يبقى انا خلصت السطر رقم 4. هنزل بالابرة تاني في السلاسل واشتغل منزلقة علشان ابدأ السطر رقم 5.
هنا هاخد منزلقة، بعد المنزلقة 3 سلاسل، وفي نفس المكان أنا هشتغل في الصدفة في ال3 سلاسل بتوعها هشتغل 11 غرزة عمود زائد الارتفاع، يعني المجموع بتاعهم هيبقى 12 غرزة عمود كلهم في نفس المكان اللي هو الصدفة اللي من تحت. بعد ال 12 عمود هشتغل 3 سلاسل وانزل اخد غرزة حشو في اول فراغ، بعد كده 3 سلاسل تانيين وحشو رقم 2، بعد كده 3 سلاسل تاني والحشو رقم 3، 3 سلاسل للمرة الرابعة، وانزل اشتغل في الصدفة اللي تحت 12 غرزة عمود بلفة. بعد ال 12 غرزة 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل، واروح عند الصدفة اللي من تحت اشتغل 12 غرزة عمود بلفة لغاية ما اجي لنهاية السطر. هنا جيت خلاص عند نهاية السطر، أول ارتفاع 3 سلاسل بتدخلي الإبرة في السلسلة رقم 3 من فوق وبسحب الخيط أشتغل غرزة منزلقة. من نفس المكان ده أنا هرتفع السطر رقم 6، هرتفع 3 سلاسل زائد سلسلة، يعني هرتفع 4 سلاسل، وفوق العمود اللي جاي عمود، وبعد العمود هشتغل سلسلة على ال 12 عمود اللي من تحت، هيبقى فوقيهم 12 عمود زيهم، بس هنا ما بين كل عمود وعمود انا هشتغل سلسلة، يعني هشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة 12 مرة لغاية ما اخلص ال 12 غرزة عمود اللي عندي. بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبسيب اول فراغ بدخل على اللي وراه اخد فيه غرزة حشو، بعد كده 3 سلسلة واشتغل حشو في الفراغ اللي وراه، بعد كده 3 سلسلة واروح عند المروحة اللي كانت عاملة فيها 12 عمود هشتغل فوق كل عمود عمود، بس ما بين كل عمود وعمود غرزة سلسلة لغاية نهاية السطر.
هنا انا جيت خلاص لغايه نهايه السطر، اشتغلت التلاتة سلسله واقفل في تالت سلسله ارتفاع، بدخل الابره وباخد منزلقه، وبكده اكون خلصت السطر رقم 6. هرتفع للسطر رقم 7. من نفس المكان هدخل في السلسله اللي جايه وراه واشتغل منزلقه وارتفع منها 3 سلاسل. انا هشتغل في السلاسل اللي ما بين ال 12 عمود. احنا دلوقتي معايا 12 عمود، ما بينهم 11 مرة غرزة سلسلة. هشتغل بقى فيها ايه؟ عمود سلسلتين، يبقى انا ارتفعت 5 سلاسل ونزلت عملت عمود سلسلتين، عمود سلسلتين، ما بين العمود والعمود اللي تحت في سلسلة هي اللي بدخل اخد في نصها غرزة العمود. يبقى كده عمود سلسلة واحدة فقط مش سلسلتين، الارتفاع 4 سلاسل فقط. تمام، لغاية ما اخلص ال11 غرزة عمود، ما بين كل عمود وعمود هحط سلسلة. لو لقيتيه شد معاكي اشتغلي عمود 2 سلسلة، عمود 2 سلسلة. لما عملته عمود 2 سلسلة طلع معايا واسع. تمام، بعد كده 3 سلاسل، 3 سلاسل فقط، وانزل اخد حشو واحدة في النص 3 سلاسل، واروح على المروحة الكبيرة اللي جاية بعد الحشو دي 3 سلاسل. هنا بقى هشتغل برضو في السلاسل اللي تحت عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة لغاية النهاية، وافضل الف بنفس الطريقة فوق المروحة 11 غرزة عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة. بعد كده 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، واروح اكمل لنهاية السطر. كده خلاص انا هشتغل اخر سطر اللي هو السطر اللي انا هشبك بيه المربعات. بس اول مربع انا بعمله كامل، الخطوات بتاعته هتبقى ازاي بقى؟ انت هنا 3 سلاسل وبتقفلي خلاص بمنزلقة عشان ترتفعي السطر الجديد. تدخلي في اول سلسلة تاخدي حشو 3 سلسلة، حشو تاني في نفس المكان، وتروحي على الفراغ اللي جاي على طول هتشتغلي حشو 3 سلسلة، حشو في نفس المكان. كل سلسلة من اللي عندك من تحت هتشتغلي فيها حشو 3 سلسلة وحشو لغاية ما تخلصي المروحة بتاعتك.
جيت هنا خلاص خلصت عندي السلاسل، هشتغل فوق الثلاث سلاسل حشو، ثلاث سلاسل. في الثلاث سلاسل دول هديهم 4 غرز حشو او 3 غرز حشو حسب المساحة بتاعتك وشغلك محتاج منك ايه. انا هنا اشتغلتهم 4 حشو فوق الثلاث سلاسل، 4 حشو، وفوق الثلاث سلاسل اللي هناك برضو 4 حشو. وارجع تاني اقرر ادخل في المروحة في اول سلسلة فيها واشتغل حشو 3 سلاسل حشو، واكمل لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة. دي اول وحدة، بعمل اول وحدة كاملة على كل السطور اللي انا شرحتها. بتقيسي الابعاد بتاعه الوحده بتاعتك، عايزه تعرفي المفرش بتاعك انت هتعمليه كام سنتي، بتقيسي الوحده شوفيها طلعت معاكي كام سنتي علشان تعرفي المفرش هيحتاج منك كام وحده، وتمسكي اول وحده توزنيها تشوفي طلعت معاكي كام جرام. على اساسها هتعرفي انت هتجيبي قد ايه خيط بالظبط حسب الطول اللي انت عايزاه للمفرش. انتظروا بأمر الله الفيديو القادم، هكون مجهزة بعد الوحدة دي هجهز 3 وحدات مش شغالين فيهم آخر سطر عشان أعلمكم طريقة التشبيك. أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو والشرح كان واضح بالنسبة لكم. لو أي سؤال أو أي معلومة ناقصتكم من الفيديو تقدري تكلميني على جروب الواتس للمتابعة، هسيبلك اللينك أسفل الفيديو تنضمي للجروب لأي سؤال انتي محتاجاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.